صباح الفل والهنا والسعادة. يلا ندخل على الوصفة على طول. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا نطبخ مع حنان. يلا سلقت بسلة كده نص كيلو بسلة على جزر. لو حابة تحطي فاصوليا خضرة كمان معاه بنص معلقة ملح كده، وسلقتها مفرزاها جاهزة. هتجيبيها جاهزة متفرزة، هو نص كيلو. طب ربع لحمه برضو في طاسه كده، برضو على النار، طاسه سخنه. نزلت بربع لحم. كتير قليل، عايزه تكتري انتي، عايزه تقللي، مش مشكله، مش هنختلف في القصه دي، تمام. شمحتها كده وقلبتها وفرفرتها كده خالص. اهم حاجه تفرفري. ليه انا بعمل كده؟ بشمح حبايه اللحمه علشان تبقى جوسي، تفضل محتفظه بالسوائل بتاعها. معلقه سمنه، جنبت كده اللحمه العصاج. معلقه سمنه، بصلتين 2 مكعبات، وكله قلبه كده مع بعض. حلو قوي قوي قوي، جميل. يلا بعد ما قلبت معايا بقى التوابل: كزبره، كاري، قرفه، بابريكا، فلفل اسود، سكر وملح. القرفه بس اللي هي ربع معلقه صغنن، وده اختيار. الباقي كله نص معلقه من بتاعه الشاي. والسكر ربع معلقه برضه وكل حاجه بقى. اخدت بقى قلبت كده مع بعضه. انزل بنص الكميه وسيب النص التاني هنحتاجه دلوقتي. اقلبه كده مع بعض برضه، شماعه على نار هاديه. ما تخليش النار عاليه عشان تفضل الحاجه جوسي، يبقى الاكل بتاعنا يفضل جوسي كده حلو. معلقتين 2 صلصه. نزلت بكوبايه صلصه طماطم بقى اللي هي الفريش، بتبقى برضه حلوه قوي قوي. يلا عشان ننزل بقى بالبسله بتاعتنا دي، نص بسله حلوه قوي على جزر. عايزه تزودي فاصوليا خضراء مفيش مشكله، عايزه تزودي مشروم ايوه، عايزه تزودي خرشوف مفيش مشكله. كوبايه ميه بتغلي ونزلت بيها، ما تحطيش ميه ساقعه عشان حبه اللحمه تفضل برضو طريه. عايزين نحتفظ بطعم اللحمه يفضل جوسي كده وحلو. ظبطي بقى ملحك وكله على نار هاديه لحد ما تنشف بقى معانا كده. يلا بينا تعالى. كيلو بطاطس، كيلو بطاطس ازيد اكتر دي ترجع لك برضو. ما انا مش بعاير، بس انا بديكم مقدار بحيث ان انتم اما تيجوا تعملوا ما تتوهوش بس معايا. سلقته بنص معلقه ملح وصفيته. اهرسي بقى بهرسه جامده كده. نص كوبايه لبن ساقع عادي خالص، عايزه تحطي سخن مفيش مشكله. وقلبي كده. عايزه البطاطس تبقى كريميه، تبقى كريمه اصلا. معلقتين 2 كريمه. عندك وش لبن مفيش مشكله. عندك زبده يا ريت، ما كانش عندي زبده. الزبده بقى قطعتين 2 زبده بتوديها في مكان تاني. انزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي برضو فيها الملح وفيها الفلفل الاسود والبابريكا والقرفه، فيها كل حاجه عشان يبقى النكهه كده زي بعضها، يبقى كل الاكل ما يروحش بعيد عن بعض. طيب صينيه بقى مش مدهونه اي حاجه، صينيه سيرفيس مفيش مشكله. شغلت الفرن. انزل بقى بالخليط الجميل ده وافرديه كده وبطبطيه. حلوه قوي الاكله، الوصفه هتعجبكم جدا جدا. ولو عجبتكم القلب الاحمر واللف، بحبكم في الله. يلا تعالوا ندخل بقى على طول. خلاص بطبطنا اللحمه وبطبطنا كل حاجه. ننزل بقى بالخليط بتاعنا البطاطس كده. ويلا بينا بقى سويها بقى، سويها كلها. حلوه قوي وريحتها اصلا جميله، مش محتاجه اصلا تدخل الفرن. اللي مش عايز يدخلها الفرن مفيش مشكله، بس عشان تدي لون بقى حلو كده بتبطها كده. مش هحط لها جبنات ولا هحط لها اي حاجه، بس لو حابين تحط لها مفيش مشكله. بظهر الشوكه بقى كده، وادي لها ديكور، ادي لها شكل حلو قوي. مسحه سمنه، مسحه زيت، حته زبده لو عايزه تحط لها على وش. انا احط لها بس معلقه سمنه بس كده. هدخلها على الرف الوسط علشان تاخد بس لون معانا، هي كلها مستويه. معلقه سمنه. بتنجان بقى طبعا بقى اللي معاكم البتنجان على طول مكعبات كده وقليه. طبعا في الميه ملح وسكر. خيار. هي الاكله بتحب الاكلات دي، الاكله دي بتحب الاكل ده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الجمال وشايفين القله، الصيف طالع بقى، مين بيشرب في القله زي حالاتي كده؟ طيب يلا بينا. بص تمتعوا بقى. تغيير في الاكل. الولاد هيحبوها قوي. سبتها هدت شويه. قطعيها بقى مكعبات كده زي ما انت شايفه، قطعيها زي ما تقطعيها. ممكن تكبري القطعه تقللي. الولاد اخدوا القطعه بتاعتهم وحطوا عليها جبنه، في حط جبنه وفي قال لا انا اكلها كده. تنفع للدايت، تنفع للاكل العادي. اكلات الصيف بتبقى خفيفه مع حبه بتنجان، بخيار، خيار مخلل، بصل اخضر، بعيش، برز. بص هي ماشيه على كل حاجه، بمكرونه بيضه، هي ماشيه على كل حاجه. بصوا انا اكلت كده وهقول لكم دلوقتي هاكلها بالعيش مع البتنجان كده. اكله حلوه ولذيذه. وعلى فكره هي اقتصاديه جدا. انت ممكن تقللي في اللحمه، ممكن تحطي، ممكن بدل اللحمه تحطي فراخ. تعملي لها كده شاورمه فراخ تحطها لها. ممكن ما تحطيش لحمه اصلا، تحطي مشروم، تحطي خرشوف، يعني براحتك. يعني انت ممكن تغيري، انا اديتك بس الفكره وانت تغيري. بحبكم في الله. بص الجمال. بص تاكلي كده بقى والبتنجان حلو قوي. اشوف وشكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه، في رعايه الله وحفظه.